بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: العالم المصري البروفيسور عادل محمود، رائد أبحاث اللقاحات. هذا عالم عظيم. للأسف الشديد وسائل الإعلام التي لا تهتم إلا بالفنانين لا تحرص على إبراز الرواد العظام الذين أفنوا عمرهم من أجل مصر، حتى صار هذا الأمر معتادا للأسف الشديد. ولد في عام 1941 ووالده مرض بالالتهاب الرئوي، وتوفي والده وعمره 10 سنوات، فتعمق لديه ضرورة أن يدرس الطب لكي يكافح ضد الأمراض. حصل على بكالوريوس الطب عام 1968 وسافر إلى بريطانيا وحصل على الدكتوراه 1971، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973 وانضم إلى جامعة كيس ويسترن ريزيرف وعمل هناك. يعتبر رائدا في أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية في العالم. أنقذ مئات الملايين من البشر من خلال أبحاثه مع آخرين، وأشاد به الأمريكان إشادة كبيرة، وزوجته قالت أنه كان يملك طاقة ضخمة على العمل، وشركة فايزر أشادت به إشادة كبيرة للغاية، بل قال بعض من تعامل معه أن العالم صار مظلما بعد رحيل هذا العالم العظيم الدكتور عادل محمود. بيل جيتس، هذه الشخصية العالمية الشهيرة، قال إن العالم فقد واحدا من أعظم مطوري اللقاحات الذي أنقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال. في 11 يونيو عام 2018 رحل عن دنيانا هذا العالم العظيم. السؤال: لماذا تتجاهل وسائل الإعلام هذه النماذج التي هي فعلا نمبر 1؟ هي بريموس انتر بيرز، الأول بين أقرانه باللاتينية، أو بريموس انتر أونس، الأول بين الكل. للأسف الشديد صارت ظاهرة. هذا عالم عظيم اعترف الغرب بإسهاماته، وكان صاحب مشروع لم يعمل لنفسه. من يعمل لنفسه لن يحصد شيئا. أترحم على البروفيسور عادل محمود الذي من خلال مطالعتي لكتابي الأول الفيسبوك وجدت معلومات عنه، ولكن ما قيل أنه توفي منذ عامين. هذا كلام يحتاج مراجعة، لأن توفي في 11 يونيو عام 2018. لكن مثل هذه النماذج العظيمة لا ترحل، لأنها باقية بدورها الإنساني العظيم. شكرا جزيلا.